أهلا بيكم في شرح جديد. خلينا ندخل في الموضوع على طول من غير مقدمات. كلنا تقريبا من واحنا أطفال اتربينا على معادلة سحرية للنجاح. فكرة كده اتزرعت في عقولنا: ذاكر كويس، هات مجموع عالي، ادخل كلية قمة، وبعدين امسك في وظيفة ثابتة، وكده هتبقى في أمان طول عمرك. الفكرة دي اتورثناها جيل ورا جيل، وللأمانة هي كانت بتشتغل فعلا زمان. في وقت من الأوقات الوظيفة دي كانت درع الأمان الحقيقي للآباء والأجداد، بتضمن بيت واستقرار وحياة هادية. لكن السؤال المهم هنا: هل المعادلة دي لسه صالحة ومضمونة في الزمن السريع جدا اللي احنا بنعيشه دلوقتي؟ العالم حوالينا اتغير بسرعة رهيبة، واليقين اللي كان موجود زمان اتبدل بتحديات جديدة تماما. في الشرح بتاعنا النهاردة هنقف وقفة تأمل هادية جدا، ونحلل مع بعض بناء على المصادر ليه الأمان الوظيفي بالشكل التقليدي ده ممكن يكون أكبر وهم اتبعه الملايين من البشر، وإزاي نقدر نفهم المعنى الحقيقي والعميق للأمان المالي في عالم ما بقاش بيعترف خالص بحاجة اسمها الثبات. وهنا بقى بيطرح نفسه سؤال منطقي وعميق جدا. لو الوظيفة دي فعلا بتمثل الأمان المطلق زي ما اتبرمجنا طول عمرنا، ليه بنلاقي ناس كتير جدا خايفة ومهمومة طول الوقت؟ ليه دايما بنشوف القلق في عيون الموظفين مع كل خبر نسمعه عن أزمة اقتصادية عالمية أو تضخم أو حتى تطور تكنولوجي زي الذكاء الاصطناعي؟ التناقض ده غريب جدا الصراحة. يعني إحنا بنسعى ورا الوظيفة عشان نرتاح ونطمن، بس بمجرد ما نوصل لها بنعيش في رعب من إننا نفقدها. وليه مع أول هزة في السوق بنلاقي آلاف الناس بتخسر مصدر رزقها فجأة وبدون أي مقدمات، وحياتهم بتتقلب رأسا على عقب في يوم وليلة؟ الفجوة الكبيرة دي بين الوعد بالأمان اللي اتربينا عليه وبين الواقع الاقتصادي الحديث اللي كله توتر وعدم يقين بتخلينا لازم نقف ونفكر بعمق. الإحساس بالخطر الدائم ده مش مجرد تشاؤم ولا صدفة، ده نتيجة طبيعية وحتمية للاعتماد على نظام مالي وتوظيفي ما بقاش مستقر زي زمان. قواعد اللعبة اتغيرت بالكامل، ولازم وعينا احنا كمان يتغير معاها. طيب، خلينا نفكك معادلة النجاح التقليدية اللي اتكلمنا عنها دي حتة حتة كده. من واحنا صغيرين النجاح كان دايما بيتلخص في 3 عناصر أساسية، مفيش غيرهم تقريبا: وظيفة ثابتة، مرتب ثابت بينزل أول كل شهر، ومعاش يضمن المستقبل بعد سن التقاعد. دي كانت قواعد اللعبة زمان، وكانت فعلا بتحقق استقرار لشريحة كبيرة من الناس في ظروف اقتصادية كانت هادية ومتوقعة. لكن لو بصينا حوالينا دلوقتي هنلاقي إن العالم اتغير بشكل جذري وسريع جدا لدرجة تخض. التكنولوجيا دخلت في كل تفاصيل حياتنا، الأزمات العالمية بقت متكررة ومترابطة ببعضها، وشكل السوق نفسه اختلف. المرتب الثابت ما بقاش قادر يواكب الزيادات المستمرة في الأسعار، والمعاش اللي كان بيعتبر طوق نجاة قوته الشرائية بتقل بشكل ملحوظ مع الوقت. احنا شفنا في السنين الأخيرة وبحسب البيانات الاقتصادية شركات كبيرة جدا وعالمية، شركات كان بيضرب بيها المثل في الاستقرار، بتسرح آلاف الموظفين في أيام قليلة جدا وبإيميل واحد بس. المشكلة الحقيقية مش إن العالم من حوالينا اتغير، المشكلة هي إن اعتمادنا إحنا على المعادلة القديمة دي لسه ما اتغيرش، ولسه متمسكين بقارب مثقوب في وسط بحر هايط. النقطة الجوهرية بقى اللي لازم نركز عليها ونفهمها كويس جدا هنا هي إن الخطر الحقيقي مش في الوظيفة نفسها. خلونا نوضح النقطة دي بوضوح تام عشان ما يبقاش في أي سوء فهم. الوظيفة في حد ذاتها مش حاجة وحشة أبدا، والمصادر هنا مش بتشجع أي حد بأي شكل من الأشكال إنه يسيب شغله أو يتمرد عليه. المشكلة الحقيقية والعميقة بتكمن في فكرة الاعتماد على مصدر دخل واحد بس. تخيلوا معايا كده ترابيزة واقفة على رجل واحدة، مهما كانت الرجل دي قوية ومتينة، لو اتكسرت لأي سبب الترابيزة كلها هتقع وتنهار بالله عليها. هو ده بالظبط حال اللي بيعتمد على المرتب الثابت على انه المصدر الوحيد والاساسي للحياه. ده بيخلق نقطه ضعف ماليه خطيره جدا، وبيخلي الانسان هش اقتصاديا بشكل مرعب. بمعنى تاني، لو المرتب ده وقف لشهرين بس الازمه بتبدا فورا، مدخرات بتخلص وديون بتتراكم، وده بيولد ضغط نفسي ومالي ضخم جدا. ليه؟ لان حياه الانسان، التزاماته ومستقبل اسرته كلها بتبقى معلقه بخيط واحد بس: قرار من شركه او تقييم من مدير او حتى ظروف اقتصاديه عامه في البلد خارجه تماما عن الاراده. وعشان نفهم الحل العملي للأزمة دي لازم ندرك إن في فرق شاسع جدا في طريقة التفكير والتعامل مع فكرة الأمان المالي أساساً. الفروق دي هي اللي بتحدد مسار حياة الإنسان المادية. لو ركزنا شوية هنلاقي إن معظم الناس في الطبقة المتوسطة بتسأل سؤال واحد محدد، سؤال مبني على الخوف والبحث عن الحماية: إزاي ألاقي شغل مضمون، أو إزاي أحافظ على وظيفتي بأي تمن. لكن على الجانب التاني، الناس اللي بتفكر مالياً بشكل أذكى واللي بيبنوا ثروات حقيقية بيسألوا سؤال مختلف تماماً وفي قمة الذكاء: إزاي أبني أكتر من مصدر دخل؟ التحول البسيط جدا ده في طريقة طرح السؤال بيغير مسار الحياة بالكامل. هو بينقل الشخص من موقف المدافع اللي خايف يخسر لموقف المهاجم اللي بيبني ويتوسع. التفكير في تنويع مصادر الدخل هو اللي بيبني حائط صد منيع وقوي ضد أي تقلبات اقتصادية مفاجئة. هو ده اللي بيشيل عبء القلق المستمر، لأن ببساطة لو مصدر اتأثر في مصادر تانية بتسند وتعوض، وده بيخلق توازن نفسي ومادي ملوش أي مثيل. وبناء على التفكير المالي الذكي ده،
بنوصل لتعريف جديد ومهم وعميق جدا لمفهوم الأمان الحقيقي. إحنا فعليا محتاجين نعيد صياغة المفهوم ده تماما بناء على معطيات العصر اللي عايشين فيه. الأمان الحقيقي ما بقاش أبدا إن الواحد يقعد على مكتب في شركة كبيرة ويكون عنده عقد عمل وشوية ورق. الأمان الحقيقي والفعلي في الزمن ده هو امتلاك المهارة، القدرة على توليد الفلوس بأكتر من طريقة وبمرونة عالية مهما كانت الظروف. تخيلوا مثلا شخص شغال محاسب في شركة، بس في نفس الوقت بيقدم استشارات مالية أونلاين وعنده مهارة في التجارة الإلكترونية. الشخص ده لو الشركة بتاعته قفلت بكرة الصبح، هل هينهار؟ أكيد لأ. لما الإنسان يمتلك مهارات متعددة ويقدر يوظفها عشان يجيب دخل من كذا اتجاه، الخوف الداخلي من فقدان الوظيفة بيختفي وبيتبخر تماما. وقتها حتى لو الوظيفة دي انتهت لأي سبب من الأسباب، الإحساس المرعب بأن الحياة انتهت مش هيكون ليه أي وجود في عقله. ليه؟ لأن البديل موجود والمهارة موجودة والقدرة على الإنتاج والوقوف على الرجلين من تاني جاهزة للعمل في أي وقت وفي أي مكان. طيب الكلام ده جميل جدا ومنطقي، بس ازاي نقدر نطبقه في الواقع ونبدأ فعليا في تنويع مصادر دخلنا؟ الحقيقة احنا عايشين في أزهى عصر ممكن لأي إنسان يبني فيه ثروة. الإنترنت دلوقتي يعتبر هو المعادل العظيم أو الباب السحري اللي غير كل قواعد اللعب الاقتصادية. زمان من 20 أو 30 سنة كده كان صعب جدا وشبه مستحيل إن حد يبني دخل إضافي محترم بجانب شغله الأساسي. كان الموضوع بيحتاج رأس مال كبير وتأجير مكان ومجهود بدني مضاعف بعد ساعات العمل. لكن النهاردة في طرق عملية متاحة للجميع تقريبا وبضغطة زرار من داخل البيت وبأقل التكاليف اللي ممكن تتخيلوها. بمجرد لابتوب ووصلة إنترنت ممكن أي حد يبني إمبراطوريته الخاصة في مجالات كتيرة جدا. زي إيه؟ زي قنوات اليوتيوب، العمل الحر أو الفريلانس في أي مهارة، التجارة الإلكترونية، بيع الخدمات والاستشارات، أو حتى صناعة المحتوى في مجالات متخصصة. الفرص بقت لها حصر لها، والوصول ليها بقى أسهل وأسرع من أي وقت فات في تاريخ البشرية. الإنترنت كسر الحواجز وفتح أبواب كانت مقفولة لسنين طويلة، وخلى فكرة تنويع مصادر الدخل واقع ملموس جدا نقدر نعيشه ونستفيد منه، ومش مجرد نظريات معقدة في كتب الاقتصاد. وهنا بقى بنوصل لنقطة حاسمة جدا ومحورية في فهمنا للموضوع ده، والمقولة اللي قدامنا دي بتلخصها بامتياز وحكمة شديدة. أفضل وقت يبني فيه الشخص مصدر دخل إضافي هو وهو لسه في وظيفته الأساسية ولسه بيقبض مرتبه. دي رسالة طمأنينة وراحة نفسية مهمة جدا بنستخلصها من المصادر النهاردة. طريق الاستقرار المالي وبناء الثروة مش بيتطلب أبدا إن الواحد ياخد مخاطرات غير محسوبة أو يتهور ويقدم استقالته بكرة الصبح ويدخل في المجهول بدون شبكة أمان. بالعكس تماما، الوظيفة الحالية هي الممول الأساسي والداعم الأكبر للمرحلة دي. هي شبكة الأمان اللي بتسمح للشخص إنه يجرب، يغلط، يتعلم ويبني مصدر دخل تاني بهدوء شديد وبدون ما يعيش في الضغط النفسي والمادي الخانق بتاع هسدد التزاماتي منين الشهر الجاي. استغلال فترة الاستقرار الوظيفي دي والمرتب اللي بينزل كل شهر في بناء شيء إضافي للمستقبل هو أذكى وأضمن خطوة ممكن أي شخص يعملها في رحلته المالية الطويلة نحو الاستقلالية الكاملة. ولما بنتكلم عن الرحلة المالية العظيمة دي، لازم نصحح مفهوم تاني مهم جدا ومغلوط عند ناس كتير، وهو مفهوم الحرية المالية. الحرية المالية مش بالضرورة معناها أن الشخص يبقى ملياردير أو يمتلك ثروات طائلة وعربيات فارهة وقصور على البحر زي ما بنشوف دايما في الأفلام والسوشيال ميديا. أحيانا كتير بل وغالبا المعنى بيكون أبسط وأعمق وأجمل من كده بكتير. الحرية المالية الحقيقية هي حالة نفسية بالأساس. هي باختصار غياب الرعب الداخلي لو مصدر دخل واحد اختفى فجأة. الإحساس العميق بالسلام النفسي والأمان الداخلي، وإن الواحد ينام بالليل مرتاح البال، عارف إن في بدائل موجودة وإن حياته وحياة أسرته هتمشي بشكل طبيعي جدا من غير أزمات طاحنة. هو ده الجوهر الحقيقي والأصيل للحرية المالية. الوصول للحالة الذهنية والمادية دي أسهل بكتير مما بيتم تصويره، ومش محتاج معجزات خالص. هو بس بيبدأ بخطوات عملية بسيطة ومستمرة في الاتجاه الصح. وده بالظبط اللي بيربطنا بالهدف الأساسي من الشرح ده وكل الشروحات اللي بنهتم بتقديمها. القصة عمرها ما كانت مجرد كلام تحفيزي لطيف بنسمعه وبننبسط بيه شوية وبيخلص بمجرد ما الشاشة ترجع سودة. الهدف العملي والتعليمي من وراء كل المعلومات والتحليلات دي هو إننا نتعلم مع بعض خطوة بخطوة إزاي نطبق ده في حياتنا، إزاي نبني مصادر دخل حقيقية ومستدامة تكبر معانا مع الوقت، إزاي نتعلم نفكر ماليا بذكاء وبوعي وبنظرة مستقبلية ثاقبة، وفي النهاية إزاي نوصل لحياة فيها مساحة أكبر من الحرية والأمان بعيداً عن ضغوط الخوف اليومي من المجهول ومن المستقبل. رؤيتنا الأساسية هي تحويل المعرفة النظرية القيمة اللي بنستخلصها من المصادر لخطوات عملية قابلة للتطبيق على أرض الواقع عشان نقدر نواجه التغيرات الاقتصادية العنيفة وإحنا واقفين على أرض صلبة، واثقين في قدراتنا ومستعدين بقوة لأي سيناريو ممكن الأيام تخبي لينا. وفي النهاية بنوصل للسؤال الأهم والسؤال الأعمق اللي لازم كل إنسان يطرحه على نفسه بصدق شديد وبدون أي مجاملة. لو الوظيفة اختفت بكرة الصبح، هل الاستعداد موجود؟
هل احنا جاهزين فعلا للتعامل مع الموقف ده؟ بعد كل اللي استعرضناه مع بعض وفككناه النهارده مش هنسأل تاني هل الوظيفة أمان ولا لا، لأننا جاوبنا على ده وفهمنا كويس أبعاد الوهم الكبير ده. السؤال الحقيقي دلوقتي هو عن مدى جاهزيتنا وعن مدى صلابتنا المادية والنفسية للتعامل مع أي مفاجآت غير سارة. خلونا نفكر في السؤال ده كويس جدا ونديله وقته. هل الاعتماد على الوظيفة لوحدها كفاية فعلا؟ ولا أصبح من الضروري والملح إن يكون في مصدر دخل إضافي يحمينا ويطمنا؟ كده خلصنا شرح النهارده. لو عجبكم اعملوا لايك، ولو مش مشتركين في القناة اعملوا سبسكرايب علشان يوصل لكم شروحاتنا اللي جاية، ولو في أي استفسار عندكم اكتبوه في التعليقات وهجاوبكم عليه. بتمنى لكم الاستفادة دايما واشوفكم على خير في الشروحات القادمة.